وينضم إلينا من درعا النقيب قيس القنعنة مسؤول حركة الضباط الأحرار في محافظة درعا. أهلا بك. أولا صدر بيان عنكم تنددون بما يحصل وأيضا تتساءلون عن مصير هرموش. هل علمتم أي شيء عنه؟ هل لديكم أي معلومات؟ أين يتواجد؟ لماذا اختفى بهذه الطريقة؟ وماذا عن هذا البيان؟ أختي أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع العاملين على القناة العربية. شكرا. أهلا. بالنسبة للمقدم حسين الهرموش، المقدم حسين معروف أنه كان من الضباط الأوائل في الانشقاق عن جيش سوريا، معروف بنزاهته قبل وبعد الانشقاق. نعم. أما بما يخص اختفائه، اتصل أحد رجال الأمن التركي بالمقدم حسين الهرموش مقر إقامته بالمخيم في تركيا وطلب مقابلته. وعندما جاء رجل الأمن إلى مقر إقامة المقدم حسين في أحد المخيمات، خرجوا لعدة ساعات خارج المخيم. نعم. وبعدها انقطع الاتصال بالمقدم حسين. حاول شقيق المقدم حسين الاتصال به فوجده غير متوفر أو خارج نطاق التغطية. فقام بالاتصال برجل الأمن التركي الذي أخرج رقمه من دفتر الهواتف الخاص بالمقدم حسين، فقال له أنه تركه بالسوق ولم يرجعه إلى المخيم. ومن حينها الحكي 29/8 آخر يوم برمضان. طب منذ متى كان المقدم هرموش في المخيم في تركيا؟ منذ أول الأحداث أم في الآونة الأخيرة؟ هل ممكن أن تعطينا تفاصيل أوضح؟ من أول انشقاق، من تاريخ انشقاقه عملوا بعض الوقت في منطقة جسر الشهور ودافعوا عن المتظاهرين. ثم انتقل إلى الأراضي التركية للمخيمات. من آخر أيام رمضان حتى اليوم ليست لديكم أي معلومات عنه ولا عن الجهة التي تقف وراء اختفائه؟ نحن نطرنا يومين إنه بلكي يبين عنه شيء، حكينا اتصلنا ما في أي شيء عنه. ماذا عن الجانب التركي؟ هل فقط كانت الإجابة بأنه الضابط الذي التقى فيه تركه في السوق ولم يعلم عنه أي شيء آخر؟ الشقيق المقدم اتصل برجل الأمن نفسه اللي اتصل بالمقدم حسين وأبلغه أنه تركه بالسوق. طب بمن تشكون النقيب قيس؟ والله يا أختي نحن ما بنشك بحدا، الرجل موجود بتركيا وأمان تركيا، الرجل ضيف عند تركيا، دولة جارة وشقيقة أو جارة ومعروف العلاقات التركية. ونحن باسم الضباط الأحرار سيكون لنا موقف شديد إذا تبين أن هناك جهة تقف وراء اختفائه، خاصة أنه إجا اختفائه في نفس التوقيت الذي فيه تم تشكيل المجلس الانتقالي في سوريا. طب هل تشكون بأن تركيا مثلا أعادته إلى سوريا أم ماذا؟ أختي نحن الرجل موجود في تركيا واختفائه أكيد بيكون مسؤول عنه الجهات التركية، أو إذا مو هن وراء الاختفاء المفروض إنه يعرفوا وين الرجل. طب ماذا عن حركة الضباط الأحرار الآن عن البيانات التي تصدر عنكم؟ هل أنتم بصدد أي تحرك أم ماذا؟ اختي هاي التحركات وكذا احنا بنتحفظ بالرد عنا في شغل عم نشتغل، شغلنا بنتحفظ انه شو هو الشغل. اما مشان الموقف، نحن الموقف الحالي مشان نرجو من الحكومه التركيه توضيح الموقف والاسباب الداعيه لذلك. من درعا النقيب قيس القنعنة مسؤول حركة الضباط الأحرار في محافظة درعا، شكرا جزيلا لك.